ركلة زاوية وراسية أمام المرمى، ومرة أخرى تتهيأ أمام مرمى الوحدة، تعود إلى كرة عرضية جميلة من الجنوبي، والهدف الأول النصراوي. حلوة من الجنوبي، والبيشي يسجل الهدف النصراوي الأول في وقت غير مبكر أبدا، غير مناسب أبدا بالنسبة للوحداويين. النصر يتقدم بهدف، الوحدة لا شيء. تعليق الكابتن مقبل. في الواقع واضح منذ البداية، واعتقد ان التغييرات التي اجراها مدرب النصر اليوم يعني كان لها تأثير منذ البداية، فاعتقد ان الجهة اليمنى في النصر اليوم كانت فيها حيوية. اعتقد ان هذا الهدف هو نتيجة للضغط الذي بدأ فريق النصر من الدقائق الاولى واثمر عن هذا الهدف، اضافة الى الفرصة الاولى التي اضاعها، لكنها واضحة بان ليس فيها تسلل. كرة للنصر، بندر تميم، جورجي سجل، جورجي سجل، جورجي سجل، جول نصراوي. طبيعة كرة القدم إذا لم تسجل تنتظر هدفا في مرماك، ماذا يقول كابتن مقبل؟ في الواقع ثغرة حدثت في دفاع الوحدة، استغلها النصر بكل خبرة، تمريرة ذكية، متابعة جيدة من تناريو، لاعب هداف، وجد المرمى امامه وضعها في الهدف، فطبيعية يعني. تونيرو جورزا الذي اشتراه النصر ب3 ملايين و750 ألف ريال سعوديا يسجل الهدف النصراوي الثاني في الدقيقة 22 من المباراة. حاول حارس الوحدة فيصل بامحرز، ولكن الهدف سجل في مرمى. في خطأ صحيحة، إعاقة من الأسفل القدم، وبالتالي وحصل النصب قريب الحكم، يعني حتى لو لم تكن واضحة بالنسبة لنا كمتابعين، الحكم قريب وبالتالي لا يمكن أن تدير المباراة بدلا عنه. شوف إعادة زاوية أخرى لأوربت، كرة نشأت ويلعبها، خلصها مرة أخرى بالرأس وداخل المرمى. البيشي يسجل هدفا نصراويا ثالثا بعد أن حاول فيصل بامحرز واستطاع صد كرة نجاة أكرم. تقدم النصر بهدف ثالث لعبد الرحمن البيشي. 3-1، نتيجة ثقيلة على الوحدة حتى الآن في رأيك؟ لا شك ثقيلة، وبعدين يعني شبه مطمئنة لفريق النصر الذي ناقص لاعب. نعم، منذ الدقيقة 30 مطمئنة جدا هذه النتيجة للنصراويين بلا شك إلى حد ما يعني. لكن الوحدة هنا اندفع كثيرا في محاولة لتعديل نتيجة 2-1. ولاحظ عندما نتحدث بعد أن ينتهي الحدث يختلف عن تتكلم أثناء المباراة، لأن طبعا كرة لصالح الوحدة الآن، انطلاقة سريعة وسط تغطية من ناصر الحلوي والكرة إلى خارج الملعب. يعني مدرب الوحدة نقول بعد أن تنتهي ردة الفعل ماذا كان يجب عليه نفعل؟ شوف إعادة ركلة الجزاء مرة أخرى، تابعها البيشي بشكل حلو، وفيصل بامحرز حاول واتجاه المرمى. هدف ثالث لصالح النصر.